حبايب قلبي تانية بكالوريا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله يا ابطال بنشرح مع بعض اول درس في المنهج بعنوان بناء الدوله المصريه. طيب قبل ما نبدا كده هات المصدر بتاعك اللي بتذاكر منه والورقه والقلم بتوعك، واي كلمه انا بزودها على البورد زودها عندك، وحاول بقدر الامكان تتفاعل معايا. يعني ايه تتفاعل معايا؟ يعني لما اجي اسالك اي سؤال تجاوب عليا، لو ما جاوبتش عليا هتلاقيني طالع لك من التليفون كده بديك على قفاك، فخلي بالك يعني. ويلا نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. بص يا حبيب قلبي، الدرس الاول بيتكلم عن حاجه اسمها بناء الدوله بناء الدوله المصريه. باختصار كده بعرف يعني ايه كلمه دوله. طب الدوله دي عشان تقوم محتاجه ايه؟ دي رقم واحد. رقم اتنين بنتكلم عن دستور 2014. بنتكلم عن حاجه اسمها اركان الدوله، مقومات الدوله، كل حاجه نتكلم عليها بالتفصيل. طبعا المنهج بتاعنا كبير شويه وعايز واحد متابع اول باول. قبل ما نبدا كده، لو ما كنتش مشترك في القناه اشترك في القناه علشان باذن الله اول ما انزل اي شرح يوصل لك على طول. طيب بص يا حبيب قلبي، اول حاجه بنتكلم عن حاجه اسمها مفهوم الدوله. يعني ايه كلمه دوله يا شباب؟ ركزوا بقى معايا واحده واحده كده بالراحه. انا دلوقتي لما اجي اعرف كلمه دوله، رقم واحد دي بتساوي حاجه اسمها وحده سياسيه. يبقى اذا لما اجي اتكلم عن الدوله تقول لي هي عباره عن وحده ايه؟ وحده سياسيه. طب ايه تاني؟ قال لك الدوله دي عشان تقوم لازم لها حته ارض. يعني ايه حته ارض؟ دي يطلق عليها حيز جغرافي. حيز جغرافي يعني حيز جغرافي يعني منطقه من الارض محدده. خلاص، يبقى اذا عندي حيز ايه؟ جغرافي. طب ايه تاني يا سيدي؟ قال لك لازم يكون عندي شعب. حلو، لازم يكون عندي ايه؟ شعب. طب ايه تاني؟ قال لك لازم يكون عندي سلطه. وقال لك اللي بينظم العلاقه بين الشعب والسلطه دي مجموعه من القوانين، والشعب ده لازم يكون خاضع لهذه القوانين. تاني، يبقى اذا عباره عن وحده سياسيه لها حيز جغرافي ولازم يبقى فيها شعب زائد ايه؟ زائد السلطه. وخلي بالك ان السلطه دي لازم يكون لها سياده. يعني ايه كلمه سياده؟ كلمه سياده يعني هيمنه، يعني سيطره، يعني الدوله بتاعتنا هي حره في قراراتها. اي حاجه عايزاه بتعمله من غير ما ترجع لاي قوه خارجيه، بدون اي ضغوط ايه؟ خارجيه. دي كلمه سياده او سيطره او هيمنه. اذا باختصار كده لما اجي اقول لك كلمه دوله يعني ايه، تقول لي هي عباره عن ارض زائد شعب زائد السلطه. تاني وبالراحه. اذا لما اجي نختصر التعريف بتاعنا تقول لي عباره عن ارض زائد ايه؟ زائد شعب زائد سلطه. طبعا حلو، بس السلطه دي طبعا قلت لك لها ايه؟ لها سياده داخليه وسياده ايه؟ خارجيه. والشعب طبعا والسلطه اللي بيحدد العلاقه ما بينهم الايه؟ القوانين. ده بالنسبه لتعريف الدوله. طبعا سهل وبسيط مفيش اي مشاكل. طب تعالى كده ناخده مع بعض واحده واحده بالراحه. اذا لما اجي اعرف كلمه دوله تقول لي الدوله يا باشا هي عباره عن وحده ايه؟ اتكلم معايا. وحده سياسيه تشغل حيز جغرافي محدد، يعني لازم يكون لها حدود محدده. ده رقم واحد. طب رقم اتنين قال لك بيكون في شعب. الشعب ده جوه الدوله وبيكون خاضع للقوانين. يبقى اذا تضم شعبا يقيم اقامه دائمه ويخضع للايه؟ لقوانينها. طيب قال لك تديرها سلطه منظمه تباشر اختصاصاتها بما يحقق الامن والايه؟ والاستقرار. طيب قال لك السلطه دي لازم يكون لها ايه؟ سياده على الشؤون الداخليه والشؤون الخارجيه. يعني من الاخر عندنا حته ارض، حته الارض دي جواها شعب، الشعب ده بيكون خاضع للقوانين، والسلطه اللي موجوده في السياده بتاعتها سواء داخليا او ايه؟ او خارجيا. ده بالنسبه لتعريف الايه؟ تعريف الدوله. طب دلوقتي لو قلت لك بقى رقم واحد، ممكن اقول لك سؤال كده: دلل لعب العامل المورفولوجي والعامل الديموغرافي دورا كبيرا في تكوين الدوله. هتقول لي ايه؟ طالما انت قول السؤال تاني. يعني ايه كلمه اصلا مورفولوجي؟ ركز معايا يا حبيب قلبي. مورفولوجي معناها عامل طبيعي زائد عامل ديموغرافي. ديموغرافي يعني ايه؟ ديموغرافي يعني بشري. يعني بيقول لك ان هنا لعب العامل الطبيعي والعامل البشري دورا كبيرا في تكوين الدوله. ايوه يا باشا. ليه؟ هتقول ان الدوله ما ينفعش تقوم من غير حيز جغرافي، والحيز الجغرافي ده عامل ايه؟ مورفولوجي. ده اول حاجه. طيب لما اجي اتكلم عن الشعب او القوه الديموغرافيه، الشعب تقول لي على طول دي قوه ايه؟ ديموغرافيه على طول كده. يبقى اذا الشعب زي السلطه الاثنين عباره عن قوه ايه؟ ديموغرافيه. يبقى اذا العباره صادقه. هتقول لي لان اي دوله عشان تقوم لازم لها حيز جغرافي، منطقه معينه من الارض. طب ايه تاني؟ قال لك شعب او بشر. البشر ده يا اما يكون شعب او سلطه، والسلطه دي لازم ايه؟ ذات ايه؟ ذات سياده على الشؤون الداخليه والشؤون الخارجيه. بعد كده يا شباب بنتكلم عن حاجه اسمها اركان الايه؟ اركان الدوله. طيب ما نيجي نتكلم عن حاجه اسمها الدستور المصري سنه كام؟ 2000 وكام؟ 2014. قال لك الماده الاولى بتنص، قال لك ان جمهوريه مصر العربيه هي دوله ذات سياده موحده لا تقبل الايه؟ التجزئه. يعني ايه لا تقبل التجزئه؟ قال لك احنا عباره يا باشا عن كيان واحد، كيان مستقل واحد، احنا غير مقسمين. ده اول حاجه. طب رقم اتنين قال لك نظام الحكم بتاعنا ايه؟ انا لما اجي اسالك اقول لك نظام الحكم بتاعنا ايه؟ ملكي ولا جمهوري؟
ايوه كده تقول لي جمهوري، يبقى اذا نظام الحكم ما دام جمهوري اذا ديمقراطي نيابي. يعني ايه كلمه جمهوري؟ برضو في حد بيقول لي يعني ايه كلمه جمهوري؟ كلمه جمهوري يا شباب يعني بيتم اختيار الحاكم بتاعي عن طريق الانتخاب، عن طريق الايه؟ الانتخاب. يعني الشعب بيختار الحاكم بتاعه. طبعا انا بنزل الانتخابات انتخب الرئيس بتاعي في اي وقت. خلاص، يبقى اذا نظام جمهوري ايه؟ ديمقراطي يقوم على اساس المواطنه وسياده الايه؟ القانون. طبعا كلمه سياده القانون يعني ايه؟ يعني احنا كلنا لازم نطبق القوانين، مش كل واحد يمشي بمزاجه، اللي عايز يسرق يسرق واللي عايز يقتل يقتل. لا يا باشا، في قوانين بتحكمنا، اي حد بيغلط على طول بيتعاقب وفقا لهذه الايه؟ وفقا لهذه القوانين. طيب ايه تاني؟ قال لك ان الشعب المصري معظمه جزء من الامه الاسلاميه، جزء من الامه الاسلاميه. طب احنا موجودين بقى في قاره افريقيا ولا قاره اسيا؟ ها جدع، افريقيا. ها اسيا جدع. لا احنا في الاثنين يا باشا، احنا عندنا امتداد افريقي وامتداد ايه؟ اسيوي. طب انا شايف حد بيقول لي اسيوي ازاي؟ تعالى وانا اقول لك ازاي. بص يا حبيبي، مفترض ان هنا لو افترضت ان هنا عندي مثلا ايه الخريطه بتاعتنا اهي، ماشي. هنا طبعا عندنا نهر النيل كده بنرسم على طول كده. هنا عندي البحر الايه؟ الاحمر. في المنطقه دي شبه جزيره ايه؟ سيناء. وهنا عندي ليبيا. وهنا عندي مين؟ وهنا عندي السودان. طيب ده كله في قاره افريقيا، لكن شبه جزيره سيناء الحته دي قال لك الحته دي تعتبر فين؟ في القاره الاسيويه. يبقى اذا امتدادنا اتنين، في افريقيا وقاره مين؟ وقاره اسيا. يبقى اذا هنا لما بيقول لك هنا الشعب المصري جزء من الامه العربيه يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الايه؟ من العالم الاسلامي، تنتمي الى القاره الايه؟ الافريقيه. طيب ايه تاني؟ قال لك وتعتز بامتدادها الاسيوي اللي هو شبه جزيره ايه؟ سيناء. خلاص، وتسهم في بناء الحضاره الانسانيه. يعني باختصار الكلام ده كله قال لك ان رقم واحد النظام بتاعنا نظام جمهوري. ركز معايا، نظام ايه؟ جمهوري وليس ملكي في الوقت الحالي. خلاص. طيب رقم اتنين قال لك نظام ديمقراطي. رقم ثلاثة احنا دولة مجزأة ولا موحدة؟ لا احنا دولة ايه؟ موحدة. طب احنا الأغلبية للعالم الايه؟ الإسلامي. وعندي كم امتداد؟ اتنين، قارة أفريقيا وقارة مين؟ وقارة آسيا. خلاص؟ يبقى إذا لما أجي أتكلم عن الامتداد تقول لي عندنا في كم مكان؟ تقول لي اتنين، قارة ايه وقارة ايه؟ جدع، قارة أفريقيا وقارة ايه؟ وقارة آسيا. اشتغل معايا بدل ما أجي لك، اشتغل معايا. طيب بعد كده طبعا يا شباب لما نكمل احنا عارفين احنا عندنا في سنة تانية بكالوريا المفترض عندنا كام درجة؟ 400 درجة. خلاص كده؟ 4 مواد، كل مادة ب 100 درجة. لكن في سنة ثالثة بكالوريا عندنا 200 درجة، خلي بالك. عندنا مادتين اتنين ب 200 درجة، يعني مجموعهم كام؟ 600 ايه؟ درجة. حلو الكلام. يعني اللي أنا عايز أقوله لك إن في سنة تانية ما يقرب من تلتين المجموع. لكن في سنة ثالثة تلت المجموع. يبقى إذا النسبة الكبيرة في المجموع في سنة تانية، فلازم تتعب في تانية عشان تجيب مجموع. خلاص؟ يعني أنت لو عايز تجيب مجموع ركز على سنة تانية. خلاص؟ مش بقولكش ما تذاكرش في ثالثة، لأ. لازم تجيب اخرك في سنه تانية وبعد كده تكمل باذن الله في سنه ايه؟ في سنه ثالثه. يعني عشان كده عايزك تذاكر اول باول، عايزك ترفع راسي لفوق. فوق فوق. عايزك ترفع راسي لفوق. ان شاء الله يا ابوي. شوف، عايزك كده ترفع راسي لفوق. ربنا يقدرني يا ابوي. حياة اللي خلفوك يا خلف ترفع راسي لفوق. ما قلنا هنرفعها. طيب يلا بينا نكمل. هنا بقى بيقول لك من النص السابق نستنتج ايه؟ قال لك ان الدوله، مقومات الدوله عندي اول حاجه شعب، تضم شعب. رقم 2 حيز جغرافي. رقم 3 سلطه ايه؟ سلطه حاكمه، سواء بقى سلطه تنفيذيه، تشريعيه، قضائيه. الكلام ده هنتكلم عليه بالتفصيل، ما تستعجلش. طيب بعد كده بنتكلم عن الشعب. حبيب قلبي ركز معايا بالله عليك. هو انا دلوقتي لما اجي اتكلم عن الشعب، يعني انا دلوقتي لو قلت لك انا عندي شعب، حلو. طبعا الشعب ده قلت لك هو ركن ركن اساسي لقيام الايه؟ لقيام الدوله. هو الشعب ده اللي موجود داخل الدوله ولا خارجها؟ قال لك الاثنين. يبقى اذا لما اجي اتكلم عن الشعب تقول لي اللي موجود داخل او خارج الايه؟ او خارج الدوله، بس لازم أن يكون معاه الجنسيه المصريه. خلاص كده؟ يبقى اذا لما اقول لك الشعب تقول لي موجود بره، مسافر اي دوله اوروبيه او جوه، بس لازم أن يكون معاه الايه؟ الجنسيه الايه؟ المصريه. طيب الشعب ده قال لك لازم أن يكون عنده وعي. يعني ايه لازم أن يكون عنده وعي؟ كل ما الوعي يزيد لدى الايه؟ لدى الشعب قوه الدوله بيزيد. خلاص؟ يبقى اذا هنا لما اجي اتكلم عن الوعي قال لك الوعي ده عامل اساسي لقيام ايه؟ لقيام قوه الدوله او لقوه الدوله. كل ما زاد الوعي كل ما قوه الدوله بتزيد. ركز معايا. طب ايه تاني؟ قال لك لازم الشعب يبقى ليه مشاركه فعاله. خلاص؟ مشاركه ايه؟ فعاله. يعني ايه مشاركه فعاله؟ انا دلوقتي ممكن اقول لك عندنا 100 مليون واحد، ال 100 مليون واحد معظمهم او 70% قاعدين على القهوه. هل الشعب ده كده ليه اهميه بيسهم في قوه الدوله؟ لا يا باشا، لازم يبقى ليه دور
في التنميه الاجتماعيه، التنميه الاقتصاديه، مشاركه سياسيه، الحفاظ على هويه المجتمع. خلاص الكلام ده كله بيرجع لمين؟ بيرجع لقوه الشعب. يبقى اذا الشعب لازم يبقى ليه ايه؟ ليه مشاركه فعاله في جميع المجالات. مجالات زي ايه؟ قلت لك مشاركه سياسيه مثلا. ايه تاني؟ اقتصاديه. ايه تاني؟ الحفاظ على هويه المجتمع. ايه تاني؟ استقرار الدوله. كل ده الكلام ده هنتكلم عليه. اللي انا عايز اقوله لك ان الشعب مش بالعدد. انت دلوقتي بتاثر على قوه الدوله ازاي؟ نفترض ان خلصت ثانويه وخلصت كليه، لازم بقى تبدا تدور على شغل. طب انت مجالك مش موجود، اشتغل حاجه تانية، افتح لك مشروع، افتح لك اي حاجه. يعني الفكره انك لازم تسعى في اي مجال، لازم تسعى في اي مجال، لان ربنا طبعا قال لك ان ليس للانسان الا ايه؟ الا ما سعى. انت عليك السعي وعليك التعب، والنتيجه دي على ربنا، فربنا هو لازم يكافئك. مش يكافئك كمان، ده ربنا كريم هيكرمك فوق تعبك. خلاص؟ فكل اللي عليك انك تسعى وتعمل ايه؟ تعمل اللي عليك. طيب بعد كده يبقى اذا لما نيجي نتكلم عن الشعب تقول لي كده اهو، يمثل الشعب جميع الايه؟ جميع المواطنين، جميع المواطنين اللي جوه الدوله، داخل حدود الدوله او ايه؟ او خارجها. بس لازم يكون معاهم الجنسيه الايه؟ الجنسيه المصريه، دي اول حاجه. طب رقم 2 قال لك ان الدوله بيسيطر ايه؟ بيسيطر عليهم وفقا للقانون، وكلما كان الشعب، ركز معايا بالله عليك، واعيا بحقوقه وواجباته، كانت الدوله اقوى واكثر ايه؟ تقدم. يبقى اذا هي علاقه ارتباطيه. اول حاجه هنا تقول لي علاقه ارتباطيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قلت لك كل ما الوعي بيزيد قوه الدوله ايه؟ بتزيد. علاقه ارتباطيه او علاقه طرديه. طيب بعد كده قال لك لا يقتصر دور الشعب على الوجود العددي. يعني ايه العددي؟ قال لك مش بكثره العدد. ممكن عندنا مثلا القاره الاوروبيه عددهم قليل بس في تنميه هناك. ليه في تنميه هناك؟ لان هناك في شغل، في انتاج، في تنميه اقتصاديه. خلاص؟ اذا بل يمتد ليشمل المشاركه الايه؟ الفعاله لبناء الدوله، تنميتها وحمايتها عن طريق مما يلي. اول حاجه بقى يا شباب عندنا حاجه اسمها المشاركه الايه؟ المشاركه السياسيه. المشاركه السياسيه. المشاركه السياسيه ازاي؟ قال لك ان رقم 1 انت بتختار الحاكم بتاعك واعضاء مجلس الشعب عن طريق الانتخاب. طب رقم 2 قال لك ابداء الراي في القضايا العامه. انت في حاجه معينه مش عاجباك بتبدا تتكلم من غير ما تخاف. طيب رقم 3 قال لك المشاركه في الاحزاب السياسيه زائد منظمات المجتمع المدني. اخر حاجه بتراقب اعمال الحكومه عن طريق مجلس النواب. تاني وبالراحه. اذا رقم 1 قال لك اختيار الحكام واعضاء مجلس الشعب عن طريق الايه؟ عن طريق الانتخاب. طب هنا بقى لما اجي اسالك سؤال واقول لك اختيار وانتخاب، ده حكم ديمقراطي ولا حكم ديكتاتوري؟ لا يا باشا، ما دام اختيار على طول يبقى اذا حكم ايه؟ ديمقراطي. طب ايه تاني؟ يبقى اذا الحكم هنا ديمقراطي. ده بيساوي حاجه اسمها الحكم النيابي. خلاص كده؟ وده عكس حاجه اسمها الحكم الاستبدادي او الديكتاتوري. خلاص؟ يبقى ده بيساوي ديكتاتوري او استبدادي، لكن ده يتماشى مع انظمه الحكم الديمقراطيه او النيابيه، لان طبعا النظام بتاعنا نظام جمهوري وليس ملكي. طب رقم 2 قال لك ابداء الراي في القضايا العامه، هبدا اتكلم من غير ما اخاف. طيب رقم 3 قال لك الانضمام الى الاحزاب السياسيه ومنظمات المجتمع المدني. طبعا انا شايف حد بيقول لي يعني ايه كلمه مؤسسات المجتمع المدني؟ بص يا حبيب قلبي، زي النقابات العماليه، دي اول حاجه، زي مثلا نقابه المعلمين، نقابه الاطباء، الكلام ده كله. طب ايه تاني؟ قال لك زي الجمعيات الخيريه. الجمعيات الخيريه زي ايه؟ زي جمعيه رساله مثلا كده. يعني ده لها دور مكمل اصلا لدور الحكومه. اخر حاجه بنتكلم قال لك مراقبه اداء الحكومه والمطالبه بالاصلاح من خلال مجلس الايه؟ مجلس النواب. يعني لو في اي خلل او في اي تقصير من الحكومه نبدا نتكلم مع مين؟ قال لك نتكلم مع مجلس النواب. يعني لو في اي مشاكل بتعاني منها الشعب، مثلا اي مشكله اهو، المشكله دي مين اللي يبدا يتكلم عنها؟ قال لك مجلس النواب. بيبدا يتكلم مين؟ قال لك الحكومه. خلي بالك ان مجلس النواب دي سلطه تشريعيه. سلطه ايه؟ تشريعيه، يعني تبدا تشرع بالمشاكل بقى اللي بيعاني منها الشعب. حلو. لكن مين اللي بينفذ بقى ومين اللي بيحل؟ الحكومه، اللي هي يطلق عليها سلطه تنفيذيه. الكلام ده هناخده قدام، ما تستعجلش. يبقى اذا ده دور الايه؟ دور الشعب في المشاركه الايه؟ السياسيه. طيب رقم 2 قال لك دعم امن الدوله واستقرارها. طيب هو انا ليا دور في امن الدوله؟ ايوه طبعا ليك دور في امن الدوله. ازاي؟ قال لك رقم 1 لازم نلتزم بالقوانين واتعاون مع مؤسسات الايه؟ الدوله. طب ايه تاني؟ قال لك نبذ العنف والتطرف والارهاب. نبذ العنف والتطرف والايه؟ والارهاب. يبقى اذا رقم 1 الالتزام بالدستور والقوانين واحترامها والتعاون مع مؤسسات الايه؟ والتعاون مع مؤسسات الدوله. طب ايه تاني؟ قال لك نبذ العنف والتطرف والايه؟ والارهاب. هنا ممكن يقول لك سؤال مقالي عادي جدا، يقول لك دلل الشعب ليه دور في دعم امن الدوله وايه؟ واستقرارها. يبقى انا هتكلم على الاثنين دول. طيب بعد كده
قال لك المساهمه في تحقيق التنميه الايه الاقتصاديه. ايوه طبعا ليك دور في التنميه الايه التنميه الاقتصاديه. ازاي؟ قال لك ان رقم واحد اشتغل وانتج في جميع القطاعات، ما تخليكش قاعد زي قلتها كده، ده اول حاجه. طب رقم اتنين، انت لو شغال في مؤسسه او شركه معينه لازم تدفع الضرايب، لان الضرايب دي الدوله بتاخدها بتعمل بيها مشروعات. خلاص. طب ايه تاني؟ قال لك ابدا استثمر في جميع المجالات. تاني وبالراحه. يبقى اذا العمل والانتاج في مختلف الايه قطاعات. طيب رقم اتنين قال لك دفع الضرائب التي تمول الايه المشروعات الايه العامه. رقم ثلاثة قال لك تشجيع الايه الاستثمارات والمبادرات المجتمعيه. ده طبعا بالنسبه للمجال الايه المجال الاقتصادي او التنميه الاقتصاديه. تاني وبالراحه. اذا رقم واحد العمل والانتاج، رقم اتنين دفع الضرائب، رقم ثلاثة الاستثمار وعمل ايه مبادرات مجتمعيه. خلاص، زي مبادره حياه كريمه كده، مبادره بتبقى مجانيه. خلاص، دي طبعا بتساهم بالايه بتساهم في استقرار المجتمع، الناس اللي غير ايه الغير مقتدره. بعد كده الحفاظ على هويه المجتمع. يعني ايه كلمه هويه المجتمع؟ يعني ابدا احافظ على العادات، اول حاجه التقاليد، الثقافه بتاعتي، الحاجات دي كلها لازم اكون متمسك بيها. ما ينفعش اروح اقلد الغرب في اي حاجه. هم غرب، احنا شرق، احنا مجتمع شرقي، اذا المجتمع ليه عاداته وليه تقاليده. ما ينفعش اي حلقه تعجبك مش عارف مولت ومش عارف ايه تروح تعملها لي وهلاقيك ماشي مسقط لي البنطلون. طب انت ليه كده؟ انت واحد مسلم ومجتمع شرقي. احنا دلوقتي لنا عادات ولنا تقاليد وهم لهم عاداتهم ولهم ايه تقاليد. لما نيجي نقلد في الحاجه الحلوه، يعني هم مثلا بيحبوا الشغل والتعليم، نقلدهم في ده، ما نقلدش في الجانب السلبي فقط. يبقى اذا لازم نقلد في الجانب الايه في الجانب الايجابي. يبقى اذا الحفاظ على التراث المادي. طبعا التراث المادي اللي هي معروفه زي مثلا الاثار والثقافي، واحترام عادات وتقاليد الايه المجتمع. طب ايه تاني؟ قال لك لازم نعزز قيم الانتماء. يعني ايه قيم الانتماء؟ قال لك لازم يبقى عندي قيم انتماء وولاء للوطن بتاعي، لازم احبه. بعد كده يا شباب بنتكلم عن حاجه اسمها الدفاع عن الايه الدفاع عن الوطن. الدفاع عن الوطن ازاي يا حبيب قلبي؟ رقم واحد قال لك مسانده القوات المسلحه ودعمها معنويا. طب رقم اتنين قال لك ابدا اشارك لما يكون في عندي خطر، ما يكون في عندي كوارث، ابدا اشارك، ابدا اتطوع. خلاص، لما يكون في عندي عدو خارجي جاي يهاجم عليا ابدا اتطوع، اروح احارب مع الجيش بتاعي، مفيش اي مشكله. طيب رقم ثلاثة قال لك عدم نشر الشائعات. الكلمة الشائعات يعني معلومات ايه؟ معلومات مكذوبة، يعني معلومات غير صادقة، لأن الشائعات دي بتؤدي إلى عدم استقرار الايه؟ الدولة، أو بتزعزع أمن الايه؟ أمن الدولة المصرية واستقرارها. يبقى إذا عدم نشر الشائعات التي تزعزع أمن الدولة الايه؟ المصرية واستقرارها. ده بالنسبة للايه؟ للدفاع عن الوطن. يبقى إذا الدفاع عن الوطن عن ثلاث حاجات: مساندة القوات المسلحة معنويا، رقم اتنين اتكلم معايا الأعمال التطوعية وقت الكوارث أو الأخطار، رقم ثلاثة عدم نشر الايه؟ ايوه كده، عدم نشر الشائعات. كده بقى يا شباب بنتكلم عن ثورة كام؟ 1919 ودور الشعب. بص يا حبيب قلبي، أول حاجة لازم تكون عارف إن الثورة دي أصلا معمولة إمتى؟ معمولة أثناء وجود الاحتلال الإنجليزي، خلاص؟ لأن طبعا إنجلترا دخلت لنا سنة 1882 وطلعت سنة 1956، فهي كانت معمولة في أثناء وجود الاحتلال الإيه؟ الإنجليزي. طبعا كان القائد بتاعها الزعيم سعد زغلول. ايوه كده، انا شايف ناس بتتكلم اهي. طيب ايه اللي يهمني؟ قال لك ان الثوره دي اثبتت ايه؟ اثبتت ان الشعب كله بيحب ارضه، بيحب وطنه. ازاي؟ قال لك ان جميع الفئات بدات تشارك في هذه الثوره. جميع الفئات زي ايه؟ قال لك طلاب، عمال، فلاحين، نساء، كل الفئات بدات تشارك في هذه الايه؟ في هذه الثوره. فركز معايا كده واحده واحده بالراحه. يبقى اذا لما اقول لك ان الثوره دي تقول لي شارك الشعب بجميع ايه؟ بجميع فئاته من طلاب، عمال، فلاحين. وخرجت النساء لاول مره في المظاهرات. لما اقول لك النساء لاول مره خرجت في مظاهره، فده يطلق عليه تغيير ايه؟ تغيير اجتماعي. يعني هنا اكتب لي هنا في المنطقه دي كده، ده يعتبر تغيير اجتماعي. تغيير اجتماعي ليه؟ لان اول مره النساء تشارك فين؟ في مظاهره. طيب وهي قال لك هنا تعاون جميع المصريين تحت شعار الدين لله والارض للجميع. خلاص كده، الارض للجميع او الوطن الايه؟ للجميع، مسلمين ومسيحيين. يعني الثوره دي شارك فيها جميع الايه؟ جميع الفئات، سواء كان مسلم سواء كان ايه؟ كان مسيحي. حتى الشعار بتاعهم كان كده عباره عن ايه؟ كان هلال كده وايه؟ وصليب. فده بيدل على الوحده الوطنيه. يعني برضو دي بتاكد على حاجه اسمها الوحده الايه؟ الوطنيه. دي اول حاجه اهو. طيب رقم اتنين بتاكد على المواطنه او الانتماء. رقم ثلاثة اثبتت ان في عندي حاجه اسمها تغيير ايه؟ تغيير اجتماعي. تغيير اجتماعي ليه بقى؟ لسه قايلينها حالا اهو. يلا انت قول لي. هتقول لي ان لاول مره المراه تشارك في الايه؟ في المظاهرات. ده بالنسبه لثوره 1919.
طيب في اي مشاكل؟ مفيش اي مشاكل. بعد كده بقى يا شباب بنتكلم عن حاجه اسمها الحيز الجغرافي. اذا اول حاجه اتكلمت عن الايه؟ اتكلمت عن الشعب. طيب بعد كده بنتكلم عن حاجه اسمها الحيز الجغرافي. الحيز الجغرافي اللي هي الحدود بتاعتي، حته الارض اللي انا المفترض ان الشعب عايش عليها والسلطه عايشه عليها. قال لك الحيز الجغرافي دي ممكن تكون عندي 3 حاجات. كام حاجه؟ 3 حاجات. طبعا الحيز الجغرافي قلت لك ان الدوله بيتم ممارسه عليها الايه؟ السياده. طيب قال لك لا اما اليابس او الارض، ده اول حاجه. حلو. يبقى اذا عندي اليابس او الارض. رقم 2 عندي المياه الاقليميه. رقم 3 عندي المجال الايه؟ المجال الجوي. مين نتكلم عن اليابس اول حاجه؟ طبعا اي دوله في العالم بيكون لها حدود معينه، ما ينفعش دوله تقوم من غير حدود. خلاص؟ فعشان يتم الاعتراف بها لازم يكون لها حيز جغرافي او حدود معينه. ده بالنسبه للايه؟ ده بالنسبه للحيز الجغرافي. طب نيجي نتكلم عن اليابس اول حاجه. ركز معايا. طيب قال لك اول حاجه بنيجي نتكلم عن اليابس، قال لك اليابس هي المساحه الارضيه اللي بيعيش عليها السكان وتمتد داخل اطار الحدود الايه؟ الحدود السياسيه، والتي تتمثل عندنا كام حاجه؟ قال لك رقم 1 الحدود الجنوبيه. بالراحه واحده واحده. ركز معايا كده يا حبيبنا. هنا عندي حاجه اسمها ايه؟ دي طبعا الخريطه بتاعتنا جمهوريه مصر العربيه. حلو. هنا عندي حدود، هنا دي حدود غربيه. حلو. ودي عندي حدود جنوبيه، ودي حدود شرقيه، ودي حدود ايه؟ شماليه. المفترض ان كل حد من الحدود دي، يعني مثلا لما اجي اتكلم عن الحد الجنوبي قال لك اتعمل سنه 1899. ده اتعمل سنه كام؟ قال لك ده اتعمل سنه 1925. ده اتعمل سنه كام؟ ده اتعمل سنه 1906. بالراحه واحده واحده. اذا لما الحد الجنوبي قال لك بيفصل مين عن مين؟ قال لك بيفصل السودان عن مين؟ عن مصر. ده اول حاجه. قال لك الحد ده حبيب قلبي يمتد مع دائره عرض 22. تاني. يبقى اذا ده بيمتد مع دائره عرض كام؟ 2 وايه؟ و22. طب ده اتعمل امتى؟ قال لك اتعمل سنه 1899. حلو. طيب ده الحد ده غرب ولا شرق؟ لا هنا غرب. طب ده اتعمل امتى يا معلم؟ قال لك اتعمل سنه 1925. طب يتماشى مع خط طول كام؟ قال لك يتماشى مع خط طول 25. تاني. يبقى ده خط طول كام؟ 25. طيب سنه كام؟ 1900 كام؟ 25. طب الحد الجنوبي قال لك سنه 1899. خلي بالك ان ده كمان كان في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. في عهد الخديوي عباس حلمي الايه؟ الثاني. في الوقت ده برضو كنا محتلين من قبل مين؟ من قبل انجلترا. ركز معايا. طيب الحد ده قال لك بيفصل مصر عن فلسطين، اتعمل سنه 1906. سنه 1906 اسمه حد ايه؟ حد فارق. طب بعد كده عندنا حدود طبيعيه. يعني ايه حدود طبيعيه؟ يعني حدود بتمشي مع مسطحات مائيه زي مثلا البحر الاحمر وخليج العقبه. البحر الاحمر وخليج الايه؟ العقبه هنا اهو من جهه الشرق. تمام. وهنا عندي البحر الايه؟ البحر المتوسط من جهه الشمال. يبقى اذا فوق عندي بحر ايه؟ بحر متوسط. وخلي بالك ان هنا عندي حاجه اسمها مياه اقليميه. مياه اقليميه. طب دي بتمتد بمسافه قد ايه؟ قال لك 12 ميل بحري. يعني ايه كلمه مياه اقليميه؟ كلمه مياه اقليميه دي الحدود السياسيه البحريه. يعني اي دوله لو هي دوله بحريه المفترض بيكون لها حاجه اسمها مياه اقليميه. المياه الاقليميه دي ممكن تكون 12 ميل، ممكن تزيد، يعني ممكن في بعض الاوقات ممكن توصل ل 300 ميل بحري. ده بيرجع لحجم المسطح المائي. يعني ايه حجم المسطح المائي؟ يعني لما اجيب لك بحر مش زي محيط، فاهم الفكره؟ لكن هنا البحر المتوسط قال لك ان المياه الاقليميه بتاعتنا هي قد ايه؟ 12 ميل بحري. طب لازمتها ايه؟ قال لك لازمتها ان الدوله بتفرض عليها سيادتها كامله. يعني ايه سيادتها؟ يعني بتبدا تسيطر عليها سيطره كامله. يعني مفيش اي دوله تقدر تقول لنا انتوا بتعملوا ايه في المياه الاقليميه. طب في اي سفينه غريبه دخلت عندنا لا نقول لها ستوب، انت رايحه فين؟ خلاص. يبقى اذا المياه الاقليميه بالنسبه لنا هي عباره عن حد بحري يمتد بعمق قد ايه؟ قال لك 12 ميل ايه؟ 12 ميل بحري، وبتمارس عليه الدوله ايه؟ سيادتها. ممكن تستغل اي ثروات فيها، اسماك، اللهم صل على سيدنا محمد، غاز طبيعي، بترول، ايا كان. يعني اي حقول بترول هنا ممكن استغلها بدون اي ايه؟ بدون تدخل خارجي. لان المياه الاقليميه هي خاضعه لسياده الدوله الايه؟ لسياده الدوله المصريه. يبقى اذا هنا الحد الجنوبي تقول لي اتعمل ما بين مين ومين؟ تقول لي ما بين مصر والسودان. اتعمل سنه كام؟ 1800 كام؟ 99. اول حاجه. طيب بعد كده اتكلمت عن ليبيا، تقول لي سنه كام؟ 1925. طيب الحد الشمالي الشرقي فلسطين وشبه جزيره سيناء هنا في المنطقه دي، خلي بالك. حلو. سنه كام؟ 1900 وكام؟ 1906. طب هنا عندي خليج العقبه، في المنطقه دي عندي البحر الايه؟ البحر الاحمر. وهنا عندي طبعا صحراء ايه؟ صحراء شرقيه وصحراء غربيه، لان ده هناخده قدام شويه فلازم تكون ايه؟ تكون عارفها. طيب تعالى بقى نشوف الكلام المكتوب. يبقى انا كده فهمتك الخريطه بتاعتي. تعالى بقى نشوف الكلام المكتوب. اول حاجه الحد الجنوبي.
الحد الجنوبي قلت لك دائره عرض كام؟ 22 شمالا، يعني شمال دائره الاستواء. حلو. رسم سنه كام؟ 1899. قلت لك في عهد مين بقى؟ اكتب بقى عندك كده، في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. في عهد الخديوي مين؟ في عهد الخديوي عباس حلمي الايه؟ الثاني. طيب يبقى اذا سنه كام؟ 1899. فهنا بقى لو سالتك بقى سؤال حلو جدا، قلت لك ده القرن الكام؟ القرن، جدع، ايوه كده، القرن 19. برافو عليك، ايه الحلاوه دي؟ يبقى اذا لما اقول لك ده القرن الكام تقول لي القرن الايه؟ 19. ماشي؟ طيب طب هنا في اواخر القرن 19 ولا في اوائل؟ لا طبعا، بدل 1899 ده يعتبر، يبقى اذا اواخر القرن الايه؟ اواخر القرن 19. اذا يقول لك كده رسمت الحدود الجنوبيه، رسمت الحدود الجنوبيه في اواخر القرن الكام؟ تقول لي في اواخر القرن 19. او ممكن يقول لك اختر اواخر ولا اوائل؟ تقول لي في اواخر القرن الايه؟ 19 او الربع الاخير من القرن 19. حلو. طيب في حد بيقول لي انا مش فاهم يعني ايه كلمه ربع. بص يا حبيب قلبي ركز معايا بالله عليك. كلمه عندي طبعا القرن بنطلعه ازاي؟ القرن المفترض لو قلت لك 1801 مثلا، طبعا 1801 ده خروج الحمله الفرنسيه من عندنا، ده تقول لي القرن الكام؟ تقول لي القرن 19. حلو. القرن 19. لكن لما اقول لك 1000 مثلا 501 ده القرن الكام؟ ال 16. يعني بجيب اخر رقمين زائد واحد. فاهم حاجه؟ اخر رقمين زائد واحد ده بيجيب لي الايه؟ بيجيب لي القرن. لما نيجي نتكلم بقى عن الحدود الغربيه، قال لك الحدود الغربيه خط طول كام؟ 25 درجه شرقا. 25 درجه شرقا. طيب تمثل الحدود السياسيه الفاصله ما بين ومين؟ ما بين مصر وايه؟ وليبيا. ورسمت سنه كام؟ 1925. يبقى اذا الحد الغربي بيفصل مصر عن ليبيا. طيب بعد كده قال لك الحدود الشماليه، قلت لك طبعا عند البحر الايه؟ البحر المتوسط. طيب الحدود الشرقيه بقى ركز معايا لانها مهمه جدا. شايفك يا ولا ما تزهقش، عايزك تبقى بطل كده. ركز معايا، عايزك سترونج. طيب بعد كده انجليزي ده ولا الحدود الشماليه؟ قال لك عندي ساحل البحر الايه؟ المتوسط. اما الحدود الشرقيه قال لك عندي رقم واحد البحر الاحمر، وعندي خليج الايه؟ العقبه زي ما قلنا، بالاضافه الى الخط او الحدود البريه ما بين مصر وايه؟ وفلسطين، والتي رسمت سنه كام؟ 1906. يبقى ده القرن الكام؟ القرن العشرين، اوائل القرن العشرين. طب المياه الاقليميه يا شباب، قلت لك المياه الاقليميه هي بتمتد لمسافه قد ايه؟ 12 ميل بحري. يعني عندنا احنا مساحه بتمتد 12 ميل ايه؟ بحري. خلاص كده؟ فبالتالي قال لك ان الدوله المصريه ادركت اهميه المياه الاقليميه دي، فبدات ترسم المياه بتاعتها او الحدود بتاعتها بدقه علشان تبدا تستغل جميع الثروات اللي موجوده داخل البحر الايه؟ داخل البحر المتوسط، اللي هي الحدود الشماليه يعني. والحدود او المياه الاقليميه او الحدود الشماليه هي عباره عن حد طبيعي، ما دام بحر يبقى اذا حد ايه؟ حد طبيعي. لكن لما اقول لك دائره عرض وخط طول دي اسمها حدود فلكيه. حدود فلكيه، ركز معايا بالله عليك. اذا لما اجي اتكلم الحد الجنوبي حد فلكي ولا طبيعي؟ لا فلكي. طب الحد الغربي فلكي. طب الحد الجنوبي يفصل مين عن مين؟ مصر عن الايه؟ عن السودان. طب الحد الغربي مصر عن مين؟ عن ليبيا. قال لك غير ان الدوله المصريه ادركت اهميه الثروات المختلفه في المياه الاقليميه، خلاص كده، فعينت حدودها البحريه بشكل دقيق في البحر لضمان الحفاظ على تلك الايه؟ على تلك الموارد. طب اخر حاجه المجال الجوي. لو انا قلت لك دي دوله، حلو، طب الدوله دي الجو اللي فوق ده هل اي طياره عايزه تعدي؟ لا طبعا يا باشا، عندي حدود في الارض وحدود في الجو. خلاص، ده يطلق عليه النطاق الجوي بتاعي، ما ينفعش تخش النطاق الجوي بتاعي غير بامر او باذني. فاهم؟ يبقى اذا المجال الجوي تقول المساحه الرئيسيه التي تعلو الحيز الايه؟ الحيز الجغرافي، خلاص، اللي هو اليابس والمياه المياه الاقليميه، وتمارس الدوله عليها ايه؟ سيادتها كامله. خلاص. وقال لك ان هنا تعتبر الحدود المصريه من اكثر الحدود ثابته على مر التاريخ، على مر الايه؟ على مر التاريخ. فبالتالي ده طبعا كان لها دور كبير في تكوين الايه؟ في تكوين او تحديث شخصيتها منذ العصور القديمه حتى الايه؟ حتى الان. بعد كده يا شباب بنتكلم عن حاجه اسمها بقى الايه؟ السلطه. السلطه هل لها اهميه في الدوله؟ طبعا لها اهميه في الدوله. طب لها اهميتها ايه؟ قال لك ان رقم واحد بتدير شؤون الدوله وتضع القوانين وتعمل على تنفيذها وتحافظ على الامن الايه؟ الامن العام. وقد نص الدستور المصري على مكونات الايه؟ السلطه. واحده واحده بالراحه. طبعا مفيش دوله في العالم من غير سلطه. السلطه ديت حاجه كده مرتبطه بالدوله. لازم السلطه عشان يبقى فيها عندي امن، لازم يبقى فيها عندي استقرار، لازم يبقى فيها عندي اللهم صل على سيدنا محمد سياده او هيمنه او سيطره الدوله على الايه؟ كل الشؤون الداخليه والخارجيه. لازم يكون عندها سلطه قويه. تمام؟ طيب ما نيجي نتكلم بقى عن السلطه. قال لك ان السلطه دي ممكن تكون سلطه تنفيذيه زي ما خدناها قبل كده يا شباب، تشريعيه وقضائيه. طيب نبدا اول حاجه بالسلطه الايه؟ التشريعيه.
طبعا قال لك ان السلطه التشريعيه دي هي عباره عن مجلس النواب. مجلس الايه؟ النواب. طب لازمته ايه؟ قال لك ان رقم واحد بيتم اقرار السياسه العامه للدوله. يعني احنا المفترض نمشي على ايه؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ هي السلطه التشريعيه. شوف فين القصور فين او المشاكل فين ونبدا نعالجها. خلاص؟ ده اول حاجه، يبقى اقرار السياسه العامه للايه؟ للدوله. طب ايه تاني؟ قال لك الخطه العامه سواء في التنميه الاقتصاديه او التنميه الايه؟ الاجتماعيه. عايزين نعمل مدارس مثلا، عايزين نعمل مصانع، عايزين اللهم صل على سيدنا محمد نعلي المرتبات شويه. فمين اللي بيقول ده؟ السلطه الايه؟ التشريعيه. هي وظيفتها اللي هي تتكلم عن المشاكل. خلاص؟ المفترض عايزين مدرسه 2 3، هي تبدا تتكلم. اللي بينفذ مين؟ السلطه التنفيذيه. طيب ايه تاني؟ قال لك الموازنه العامه. الموازنه العامه اللي هي السياسه الماليه، اللي هي الايرادات والمصروفات. المفترض المبلغ ده هيروح هنا، المبلغ ده هيروح هنا. طيب ايه تاني؟ قال لك بتمارس الرقابه على السلطه التنفيذيه، تبدا تراقب السلطه الايه؟ التنفيذيه. اذا في علاقه ما بين مين ومين؟ ايوه كده، السلطه التشريعيه والسلطه، ايوه كده، السلطه التنفيذيه. طيب وذلك كله على النحو المبين فين؟ في الدستور. يعني اللي بيوضح العلاقه ما بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه هو الايه؟ القوانين اللي موجوده داخل الايه؟ داخل الدستور. طيب بعد كده بنتكلم عن السلطه التنفيذيه. صلى على سيدنا محمد. لما اجي اتكلم عن السلطه التنفيذيه هي معروفه، هي الحكومه اللي موجوده عندي، دي سلطه تنفيذيه. رئيس الجمهوريه بقى، رئيس الوزراء، المحافظين، دي كلهم يطلق عليها سلطه ايه؟ سلطه تنفيذيه. خلاص؟ اذا لما اجي اتكلم عن السلطه التنفيذيه تقول لي رقم واحد رئيس الجمهوريه، هو رئيس السلطه الايه؟ رئيس السلطه التنفيذيه، يرعى مصالح الشعب ويحافظ طبعا على استقلال الوطن ووحده اراضيه وسلامته. طب ايه تاني؟ قال لك الحكومه برضه هي عباره عن هيئه تنفيذيه واداريه عليا فين؟ في الدوله. طب بتتكون من ايه الحكومه؟ قال لك مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. يبقى اذا مجلس الوزراء والايه؟ والوزراء. ده بالنسبه للسلطه الايه؟ التنفيذيه. اخر حاجه عندنا السلطه الايه؟ السلطه القضائيه. المحاكم الموجوده عندي. يجي لما اجي اتكلم عن السلطه القضائيه تقول لي السلطه القضائيه هي مستقله تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويتم اصدار الاحكام وفقا للقانون. يعني السلطه القضائيه كذلك برضو مش بتحكم باهوائها كده، لا، بتحكم برضو وفقا للقوانين. يبقى اذا القانون ليه علاقه قويه جدا بالسلطه، اللي هو بيوضح العلاقه ما بين السلطات الثلاثه، التنفيذيه والقضائيه والايه؟ والتشريعيه. اذا عندي سلطه تشريعيه، سلطه قضائيه، سلطه ايه تاني؟ تنفيذيه. ده بالنسبه للايه؟ للسلطات. خلي بالك ان المفترض ان كل سلطه تكون مستقله عن الثانيه. يعني ايه مستقله عن الثانيه؟ يعني ما ينفعش السلطه التنفيذيه تتدخل في شؤون السلطه التشريعيه، تمام؟ وما ينفعش السلطه القضائيه تتدخل في شؤون السلطه التنفيذيه. كل سلطه لها مهام معينه. نتكلم هنا عن حاجه اسمها اهميه السلطه للايه؟ للدوله. طبعا يا شباب قلت لك ما ينفعش دوله تقوم من غير ايه؟ من غير سلطه. طب اهميتها ايه؟ قال لك ان رقم واحد الحفاظ على النظام والقانون. رقم اتنين قال لك تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، عشان تبقى مستقر كده، انت قاعد مستجنس في البيت بتاعك وطبعا الحكومه طالع عينها سواء بره او جوه. خلاص كده؟ طيب رقم 3 قال لك حمايه حقوق الايه؟ الافراد والجماعات. اخر حاجه تمكين الدوله من ممارسه الايه؟ السياده. ده بنتكلم عن حاجه اسمها الايه؟ السياده. السياده يعني ايه؟ قلت لك سياده يعني سيطره، سيطره او هيمنه. هكتبك برضو كده اهو، او هيمنه، تمام؟ يعني السياده معناها كده ان انا اكون مسيطر على كل الشؤون بتاعتي، سواء كانت الداخليه او الايه؟ او الخارجيه. ما اكونش خاضع لاي قوه خارجيه، انا اللي في دماغي بنفذه، مستقل في القرارات بتاعتي، دوله غير محتله. خلاص كده؟ طيب السياده، قال لك السياده اول حاجه ممكن تكون داخليه وممكن تكون ايه؟ خارجيه. طب لما اجي اتكلم عن السياده الداخليه، اول حاجه قال لك رقم واحد حريه الدوله في سن القوانين. تبدا الدوله تحط القوانين على مزاجها هي. ما ينفعش دوله خارجيه تقول لها حط الماده كذا والماده كذا، لا يا باشا، انا دولتي وانا حر فيها. خلاص كده؟ طيب رقم 2 قال لك حفظ الامن. رقم 3 قال لك اداره شؤون المواطنين بدون اي ضغوط خارجيه، لان لو في اي ضغط خارجي ده بيأثر طبعا عن السياده الايه؟ الداخليه. ده بالنسبه للايه؟ للسياده الداخليه. طب بعد كده بنتكلم عن السياده الخارجيه بقى. السياده الخارجيه قال لك عندي 5 حاجات. كام حاجه؟ 5 حاجات. اول حاجه قال لك لازم تكون مستقله الدوله في علاقاتها الدوليه. يعني لما اروح اعمل علاقه مع اي دوله تانية ما ينفعش دوله ثالثه تقول لك ما تعمليش، انا حر. خلاص، ده اول حاجه. طب رقم 2 حريتها في ابرام المعاهدات. اعمل معاهدات، اعمل علاقات دبلوماسيه، انا حر، ما فيش حد يتدخل في قراراتي، انا حر اعمل اي حاجه انا عايزاها. قال لك حمايه المصالح الوطنيه والتمثيل امام المنظمات التمثيل امام المنظمات الدوليه، باعتبار الدوله ديت دوله مستقله
غير محتله، غير محتله. مثلا لما اجي اتكلم على الشؤون الخارجيه تقول لي عندي كام حاجه؟ 5 حاجات. ها، اول حاجه اعمل العلاقات اللي انا عايزاها، معاهدات، تمثيل دبلوماسي او علاقات دبلوماسيه، حمايه المصالح الوطنيه، اخر حاجه التمثيل امام المنظمات منظمات الدوليه، منظمات دوليه زي مثلا الامم المتحده. علاقات دبلوماسيه يعني مثلا هيتم انشاء سفاره مصريه في اليابان، فدي علاقات علاقات دبلوماسيه. طيب بعد كده بقى بنتكلم عن المقومات. المقومات باذن الله هنشرحها الجزء الجاي، خلاص كده. فباذن الله لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه علشان اول ما انزل لك الشرح يوصل لك على طول. وخلي بالك احنا هنشرح ونحل كل حاجه متعلقه بالمنهج باذن الله، هنظبط المنهج من اوله لاخره باذن الله. بس اهم حاجه عايزك تعمل اللي عليك وتذاكر اول باول علشان باذن الله ربنا يكرمك وتحقق حلمك. انا عارف طبعا انك قد المسؤوليه، وباذن الله هتفرحني بنجاحك وتفوقك باذن الله. وقبل ما تقفل اوعى تنسى تصلي على سيدنا محمد. سلام.